السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم طاجن الرز المعمر، وهعمل معاكم صينية البطاطس اللي بتبقى في الفرن. يعني النهاردة الغدا بتاعنا سهل وبسيط جدا. هقولك ازاي تعملي طريقة الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وصينية بطاطس جنبه اقتصادية جدا وسهلة من غير اي تعقدات كتير ولا تكاليف كتير. هنعملها يعني بطريقة مبسطة جدا. اول حاجة طبعا هندخل على مقادير الرز المعمر بتاعنا. اول حاجة معانا القشطة، وهي مهمة جدا في الرز المعمر، بتدي طعم جميل جدا وطيبة للرز. ومعانا السمنة البلدي اللي مش مخلوطة بأي حاجة، ولو مش متوفرة عندك اكتفي بالقشطة وبس. ومعانا الملح بتاعنا والسكر، والسكر بيفرق جدا في الرز المعمر بتاعنا. ومعانا حوالي نص كيلو من اللبن بتاعنا، لبن كامل الدسم كده. ومعانا كوبايتين الرز بتاعنا غسلينهم ومصفيينهم جدا جدا. اول حاجه معانا الطاجن بتاعنا دهنينه بسمنه كده، اي نوع سمنه متوفره عندك. وبعدين هننزل في الرز بتاعنا كده، زي ما انتم شايفين الرز مغسول ونضيف ومتصفي جدا. وهننزل معانا بالسكر والملح بتاعنا كده، ونفضل نقلبه زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه تغلي اللبن اغليه، انا مش هغليه لاني هنقع الرز ربع ساعه في اللبن، فيعني مش محتاجين ننقع الرز بتاعنا في الميه لان هننقعه في اللبن. بعد كده يعني قلبت الرز بتاعي في الملح والسكر. بعد كده هاخد القشطه بتاعتي والسمنه بتاعتي. طبعا السمنة بتاعتك لو فكة تمام، لو مش فكة زي كده ومتلجة تمام هتحطيها كده، وهي كده كده هتسيح في الرز بتاعنا. هنقلب الرز بتاعنا كله كده، يعني نتأكد ان السمنة بتاعتنا بقت في الرز كله، يعني مش في حتة وحتة. طبعا لقيت معايا حتة سمنة كبيرة كده، هنجيبها ونقطعها عشان نضمن ان هي دخلت في الرز بتاعنا كله. السمنة البلدي والحاجة البلدي في الرز المعمر بطعمها بيفرق جدا جدا جدا. لو مش متوفر عندك سمنة بلدي ممكن تحطي قشطة، بس لو مش متوفر قشطة ممكن تحطي سمنة بلدي بس. سمنة نباتية تانية ما بتبقاش حلوة، الرز ما بيبقاش حلو. يعني الرز حلاوته في حاجة كاملة الدسم كده. قلبنا كده السمنة بتاعتنا في الرز بتاعنا. هناخد كده حوالي معلقة ونص من القشطة كده، نقلبهم في الرز بتاعنا. وبعدين ننزل باللبن بتاعنا زي ما انا قلت لكم. اللبن بتاعنا انا مش غلياه، انا يدوب بس كده خدته من التلاجة حطيته على طول في الرز بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا بقلب كده الرز من تحت لفوق عشان اتاكد ان السمنه والقشطه وكل حاجه في الرز بتاعتي دخلت في بعضها. لو عايزه تحطي معلقه زيت كده عشان تفلفل الرز تمام، مفيش فيه اي مشكله، بس لو ما حطيتيش الرز بتاعنا يبقى مفلفل وحلو برضو. هنجيب معلقه قشطه كده نحطها على وش الرز من فوق، او ممكن تضربيها كده بالمعلقه لحد ما تسيح خالص وتنزلي. يعني اي حاجه عادي، هي كده برضو هتديكي نفس الطعم والشكل، وفي نفس الوقت ايه هيبقى طعمها حلو جدا في الرز بتاعنا. زي ما انتم شايفين هسيب الرز بتاعنا لمدة ربع ساعة، وبعدين هدخله الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية شغال قبلها ب10 دقايق. ندخل الطاجن بتاعنا كده نحطه في الرف الأوسط بتاعنا لحد ما يغلي كده وياخد وش معانا من فوق. وبعد كده ننزله تحت بقى يستوي براحته. لازم الفرن يكون شغال قبلها ب10 دقايق. بعد كده ندخل على مقادير البطاطس بتاعتنا، البطاطس الاقتصادية اللي كلنا بنعملها في بيوتنا. أول حاجة معانا البصل والثوم، ومعانا الصلصة معلقتين صلصة، والطماطم، والبطاطس بتاعتنا السميكة، والتوابل، ومعلقتين زيت على معلقتين سمنة. ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات، ومعلقة قرفة، يعني ربع معلقة قرفة صغيرة كده، يعني طريقة سهلة جدا. بعد كده ندخل معانا نجيب الصينية او القالب بتاعنا اللي احنا هنحط فيه البطاطس بتاعتنا. هنجيب البطاطس زي ما انتم شايفينها انا البصل والثوم بتاعنا كده، وهننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا اللي هي فلفل اسود ملح كمون السبع بهارات القرفة كده. نمسك البصل كده ندمجه بالتوابل بتاعتنا والثوم. ممكن تحط خضار لو انت حابة، بس انا ما كنتش حابة احط خضار فاكتفيت بيها كده. وهنجيب البطاطس بتاعتنا اللي احنا مقطعينها قطع سميكة زي ما انتم شايفين كده، يعني ما نقطعهاش رقيقة قوي عشان ما تتهريش مننا في الفرن.
زي ما انتم شايفين كده. يعني هقلب البطاطس في البصل والثوم والتوابل، وهنزل عليهم بمعلقتين زيت ومعلقتين سمنة. حابة تحطي زيت بس تمام، الميكس بينهم بيبقى طعمه احلى جدا. وهنزل بالطماطم بتاعنا التقيلة زي ما انتم شايفينها كده، والمعلقتين الصلصة عشان تخلي الصوص بتاع صينية البطاطس بتاعتي تقيل وحلو جدا. لو مش حابة تحطي برضو صلصة، تكتفي بالطماطم وتزوديها مية تمام، بس الصلصة بتديها صوص تقيل كده وبتخلي طعمها حلو جدا. صينية البطاطس كده بتاعتنا جاهزة، هندخلها برضو على درجة حرارة عالية. زي ما انتم شايفين طاجن الرز بتاعي طلع وشه طري جدا. هو خد بس يعني لسعة بسيطة كده من فوق، بس هو كان طعمه حلو جدا. وصينية البطاطس بتاعتنا استوت خلاص جدا. البطاطساية بتاعتنا بتتهري مننا زي ما انتم شايفين جدا ودايبة، والصوص بتاعها تقيل وحلو جدا. الغدا بتاعنا النهاردة سهل واقتصادي وجميل. يعني أكلة حلوة جدا كلنا طبعا بنحبها. يعني مفيش فيها أي حاجة خالص، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. طاجن الرز المعمر تقدري تحضريه بكل سهولة، ما بياخدش مننا وقت خالص، نص ساعة بالكتير في الفرن. وصينية البطاطس برضو يعني سهل جدا. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.